والله لو عرفت بس ربنا هيعمل لك ايه لو انت بس صليت الفجر، فوالله لا تقوم جري على طول من على السرير ومش هتكسل تاني انك انت تصلي الفجر. فخليني اقول لك ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه لو انت بس صليت الفجر. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هيعملها لك لما انت تصلي الفجر، ان ربنا هيدخلك الجنه. هو في اجمل واحلى من كده؟ دي اصلا اكتر حاجه احنا بنتمناها. هو في اكتر من كده ان احنا ندخل الجنه؟ انت بقى لما تصلي الفجر ربنا سبحانه وتعالى هيدخلك الجنه. وهنا يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطمنك ويأكد لك ويقول لك من صلى البردين دخل الجنة. والبردين دول هم صلاة الفجر وصلاة العصر. تاني حاجة، سمعت قبل كده عن صلاة قيام الليل؟ أكيد تعرفه، أكيد سمعت عنه، وأكيد سمعت إن اللي بيصلي قيام الليل ده ربنا سبحانه وتعالى بيديله أجر وثواب وحسنات عظيمة جدا جدا ممكن ما تقدرش أبدا تستوعبها ولا تتخيلها. وكمان ان اللي بيصلي قيام الليل ده بيكون ليه مقام كبير قوي عند ربنا، وبيكون عزيز قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيحب حب ملهوش مثيل. انت تعرف بقى انك انت لو صليت العشاء في جماعة، يعني صليت العشاء مع ناس وصليت الفجر في جماعة، ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى هيديك اجر وثواب وحسنات اكنك انت صليت قيام الليل كله. تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لو انت بس صليت العشاء في جماعه وصليت الفجر في جماعه، ربنا سبحانه وتعالى هيديلك حسنات اكنك انت فضلت بعد صلاه العشاء لغايه اذان الفجر فضلت طول الفتره دي كلها عمال تصلي قيام الليل. انت بجد متخيل الاجر والثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديهولك مجرد بس انك انت تصلي العشاء في جماعه وتصلي الفجر في جماعه؟ وهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياكد لك ويقول لك من صلى العشاء في الجماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعه، الصبح والفجر، ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله. صلي بس العشاء في جماعه وصلي بس الفجر في جماعه، وربنا سبحانه وتعالى هيديك الاجر والثواب والحسنات اكنك انت صليت قيام الليل كله. ثالث حاجه بقى ربنا سبحانه وتعالى هيعملها لك لو انت صليت الفجر، انك انت هتكون في حماية وذمة ربنا سبحانه وتعالى. يا نهار ابيض، انا بس عشان عاوزك تتخيل فكرة انك انت تكون في ذمة الله وانك انت تكون في حماية ربنا. تخيل كده ان الواحد ده الناس كتيرة جدا بتخاف منه، في ناس كتير قوي بتخاف منه، فوجه قال ايه؟ الراجل ده اللي هو انت، يعني الراجل ده في حمايتي. يا نهار ابيض، انت ساعتها هتكون عايش اليوم ده مش خايف ابدا من اي حاجه، مش خايف من اي حد. ليه؟ لانك انت في حمايه حد قوي جدا. ما بالك انت بقى انك انت تكون بس ايه؟ في حمايه وفي ذمه ربنا. انت بقى لو صليت الفجر بتكون في حمايه ربنا وتكون في ذمه ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك من كل شر ومن كل مكروه. سيدنا محمد بيقول لك من صلى الفجر فهو في ذمه الله. فلو عاوز تكون في حماية ربنا وتكون في ذمة الله، صلي الفجر. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك دعوة انت شايف ان هي من سابع المستحيلات ان هي تحصل لك، صلي الفجر. وانت بتصلي الفجر ادعي بالدعوة دي وانت بتصلي الفجر، وربنا سبحانه وتعالى بإذنه هيستجيب لدعاك وهيعمل لك الحاجة اللي انت شايف ان هي مستحيل ان هي تحصل لك. لو شايف حياتك متدمرة، شايف حياتك بايظة من كل النواحي، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك حياتك كلها للأحسن وحياتك انت تتشقلب 180 درجة للأحسن، صلي الفجر وانتظم على صلاة الفجر، وانت هتشوف بعينك والله العظيم قد ايه ان حياتك اتغيرت للأحسن، قد ايه انك انت نفسك انت اتغيرت للأحسن وبتأحسن بكتير قوي قبل ما انت ما كنتش بتصلي الفجر. فوعدني بالله عليك وانت دلوقتي بتسمعني الفيديو انك انت هتنوي من دلوقتي انك انت هتصلي الفجر. خد النية دلوقتي، اوعدني، اعتبر انك انت قلت وعد ونويت انك انت هتبتدي انك انت تصلي الفجر. اظبط منبهك، صدقني لو ربنا لقى انك انت نيتك صادقه انك انت عاوز تصلي الفجر، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى هيصحيك عشان تروح تصلي الفجر. وزي ما بتسمع في اذان الفجر، الصلاه خير من النوم. واخر حاجه، زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.